لو عندكم ورق كتير مش عايزينه فأعتقد دي أحسن طريقة لإعادة تدوير الورق ده. هنقطعه قطع صغيرة ونحطه في طبق، هنحط عليه مية ونسيبه يبوش كويس جدا. بعد كده هنحطه في الخلاط أو بالهاند بلندر مع المية ونفرمه كويس قوي، هيبقى شبه العجينة كده. وبعدين هنحطه في أي حاجة قماش عشان نصفيه كويس جدا من المية. هنرجعه الطبق تاني ونفكه من بعضه بالشكل ده. هنحضر بقى خليط كده من دقيق ومية بكميات متساوية ومعاهم معلقة صغيرة من الملح، ودي هتبقى كده زي المادة الحافظة للعجين عشان ما يحصلش أي تعفن أو ريحة مش حلوة. هنخلط كويس ونضيفه مع الورق وعليهم شوية غرق. هنعجن كويس قوي، ولو حسينا ان العجينة ناشفة ممكن نزود شوية من خليط الدقيق اللي عملناه لحد لما نوصل لقوام طري وسهل التشكيل بالشكل ده. قسمت العجينة بقى في علب بلاستيك كده عشان قررت الونها قبل ما اشتغل بيها، وهستخدم مركزات الالوان دي في التلوين. هقلب كل لون كده كويس لحد لما العجينة كلها تكون بنفس اللون، ودي ضفت عليها لون ابيض اكريليك عشان يبقى لونها ابيض صافي كده. هستخدم بقى قطعة كرتون تكون سميكة شوية عشان ما تقوصش كده لما العجينة تنشف. انا استخدمت القاعدة بتاعة التورت دي، ممكن تستبدلوها بلوحة كانفاس، هتبقى حلوة قوي لو عايزين لوحة او برواز زي ده. العجينة دي بقى بجد سحر، ممكن يتعمل بيها افكار كتير قوي. ممكن كمان نستبدل الورق بمناديل، انا كنت عملت فيديو قبل كده وكانت النتيجة حلوة قوي. بس المرة دي حبيت أجرب عجينة الورق، وحبيت أول فكرة أعمل علم سوريا، وده كان طلب متابعة جميل عندي. طبعا بنكون راسمين على الكرتون ونوزع الألوان على الرسم، لما نخلص بنسيبها تنشف تماما، ممكن تاخد أيام وده بيكون على حسب الجو. اسمعوا بقى الصوت، بجد العجينة بتنشف جدا وبتكون متماسكة وقوية قوي. ممكن بقى نعمل تعليقة من الظهر أو يتحط كده، هيبقى شكله تحفة. استنوا بقى أفكار تانية من عجينة الورق.